مبدئيا كده الموسم اللي فات من مسلسل ذا بويز اللي هو كان الموسم الثالث كان من افضل المواسم اللي انا شفتها للمسلسلات في حياتي. وجود سولجر بوي وان بوتشر ياخد المركب فيه كلها احداث كتير قوي كانت مخليه الموسم ده حرفيا موسم خرافي. ولما سمعت ان الموسم الرابع من المسلسل ده نازل بصراحه تحمست جدا، بس في نفس الوقت كنت خايف شويه. دايما بيجي بعد الموسم المليان احداث موسم اخف منه شويتين ثلاثه، وللاسف قد كان. وعشان كده انا النهارده جاي علشان اراجع معاكم الموسم الرابع من مسلسل ذا بويز. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. الموسم بتاعنا بيبدا من احداث الموسم اللي فات، وبنكتشف ان بوتشر بقى عنده كانسر، ودوره في ذا بويز بقى محدود شويتين، وعرفنا ان هو في الاغلب هيموت. وبنعرف ان الحبكه والقصه الاساسيه في الموسم ده ان هوملاندر عايز يعين بطل خارق يبقى هو رئيس امريكا، وبيعمل خطه مع شخصيه جديده بتضاف للاحداث اسمها سيج، ودي اذكى شخصيه في العالم، علشان يقدر ان هو يعين نيومان رئيسا لامريكا ويقدر ان هو يتحكم فيها زي ما هو عايز. مبدئيا كده يا جماعه الكاست بتاعنا ما اتغيرش تماما او حصل فيه اي تغيير، هو مجرد بس ان مازر ميلك خس شويتين ثلاثه. في الاول انا كنت حاسس ان مازر ميلك دوره اتغير وان ده ممثل مختلف، بس طلع ان هو لا. وبصراحه دي حاجه انا ما حبيتهاش، عشان المفروض انت بتعمل المسلسل تبقى ثابت على التفاصيل اللي فيه. بس مبدئيا كده ده مش موضوعنا، وزي ما احنا متعودين من مسلسل ذا بويز للاسف ان المشاهد المقرفه في الموسم ده حرفيا كانت اكتر بكتير قوي من المواسم اللي فاتت. وحرفيا المسلسل ده تخطى كل الحدود اللي ممكن يتخطاها المسلسل. يعني كلنا عارفين ان المسلسل مقرف ومع ذلك برضه بنتفرج عليه، ودي حاجه بصراحه انا مش حاببها، بس ما فيش في ايدينا حل. الموسم ده بالنسبه لي هو اقل موسم في مسلسل ذا بويز من حيث كل حاجه، في مط رهيب في الاحداث بجد بطريقه مقرفه، والقصه بتاعت الموسم والحبكه ذات نفسها ما حمستنيش قوي ناحيه الموسم. وكذلك بصراحه التمثيل، هو بصوا في حاجه انا مقتنع بيها بنسبه 100%، وهي ان المسلسل ده من غير بوتشر وهوملاندر حرفيا ملوش اي لازمه. يعني تظل القصه جذابه جدا وكويسه، بس هيكون مسلسل عادي وممكن كمان يكون اقل من العادي زي اللي حصل في مسلسل جين في. هو مسلسل كويس بس بالنسبه لي عادي. ودلوقتي كمان انضمام جيفري مورجان في المسلسل هيضيف كتير جدا فيه. علشان كده في الموسم ده انا بصراحه كنت مرعوب ان بوتشر دوره ينتهي، بس الحمد لله ان هم لحقوه بموضوع الطفيلي ده في الحلقه الاخيره. وبالمناسبه يا جماعه حاجه على جنب كده، موضوع الطفيلي ده بيدسوا فيه فينوم بصوره صريحه. حاجه كمان بالنسبه لي كانت برده سيئه قوي، هي اقحام اجندات المثليه في شخصيه فرنشي. بجد كانت مقرفه قوي بدرجه لا توصف. زي ما قلت هو ما كانش افضل ولا اقوى موسم بالنسبه لي تماما، بس برده بصراحه مش هنكر ان كان فيه مميزات كبيره قوي بالنسبه لي، وهي بالمناسبه نفس المميزات اللي في كل المواسم اللي قبل كده. بمعنى زي ما قلت تمثيل بوتشر وهوملاندر، وفي الموسم ده جيفري مورجان. مع ان الموسم ده بصراحه حسيت ان هوملاندر في اوقات كتير بيبقى مصطنع حبتين، ما حسيتش ان هو هوملاندر بتاع الثلاث مواسم الاولانيين تماما. بس برضه يظل في فرق كبير قوي بين تمثيل واداء الشخصيه دي وبين اداء اي شخصيه تانية. تاني ميزه معانا وهي انضمام ممثل كبير زي جيفري مورجان للمسلسل ده. في الاول كنت فاكر ان وجوده ملوش لازمه ومجرد هيكون في خيال بوتشر لحد ما بوتشر يموت وخلاص، وان هو هيكون مجرد اوهام. بس طلع ان لا، وان جيفري مورجان هيكون ليه دور كبير قوي في المسلسل ده. مع ان المسلسل مش شرحش كويس ازاي هيكون جيفري مورجان هو الطفيلي اللي في جسم بوتشر، بس مع ذلك برضه بصراحه انا متحمس للموضوع ده. وطبعا اكبر ميزه بالنسبه لي وهي ان فرنشي رجع ستريت تاني. وحاجه كمان يا جماعه في المميزات وهي الحلقه الاخيره من الموسم ده. حرفيا اللي لحق الموسم ده بالنسبه لي هو الحلقه الاخيره بتاعته، كانت حلقه عظيمه بطريقه مش طبيعيه. رجوع سولجر بوي هيزود كتير قوي من المسلسل ومن احداث المسلسل من تشوقنا للموسم الجديد. وبجد بتمنى ان سولجر بوي يبقى دوره دائم في مسلسل، مش مجرد بيجي كده حلقتين وخلاص. وفكره ان بوتشر برضه هيكمل وان هو مش هيموت برضه متحمس لها قوي بصراحه. وان شخصيات جين في برضه هتكون في المسلسل دي حاجه انا متحمس لها، مع اني ما حبيتش المسلسل ده قوي، بس مع ذلك انا متحمس للموضوع ده. ننتقل بعد كده على فقره تقييم الممثلين. بوتشر في الموسم ده بالنسبه لي بصراحه كان رهيب، وهو افضل اداء في الموسم، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. هوملاندر زي ما قلت ما كانش اقوى مواسمه، بس يظل اداؤه للشخصيه دي حرفيا مدرس، وتقييمي ليه هو 8 من 10. رايان برضه على فكره تمثيله كويس قوي، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. هيوي بصراحه انا ما بحبوش وما بحبش دوره وما بحبش شخصيته ومش عارف ايه لازمته في مسلسل، وتقييمي للشخصيه دي هو 7 من 10. مازر ميلك بقى بصراحه كان دوره كويس قوي وكان ليه جانب درامي قوي جدا في المسلسل ده، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. الموسم الرابع من مسلسل ذا بويز هو اقل موسم في الاربع مواسم بالنسبه لي. في حلقات حرفيا وصلت لمرحله ان انا كنت بمل منها، وكان في مط كتير قوي في الاحداث. بس مع ذلك انا متحمس جدا للموسم اللي جاي، واتوقع ان هو هيكون افضل موسم في المسلسل. تقييمي للموسم الرابع من مسلسل ذا بويز هو 6.5 من 10. لو انت عايز تتفرج على حاجه شبه ذا بويز انصحك جدا تشوف مسلسل انفينسيبل، نفس الفكره بتاعت ان الابطال الخارقين هم الفيلنز، وحاجه بصراحه قويه جدا. سؤال الحلقه بالنسبه لي يا ريت لو انت عندك حاجه شبه مسلسل ذا بويز تقولي في الكومنتات وتكون بتقترح ان انا اشوفها. ويا ريت لو الحلقه عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.